قال ايه؟ اللي يقول لي الكيلو ب70 واللي يقول لي الكيلو ب100. ادي القراقيش الفلاحي بتكلفة ما تجيبش 30 جنيه. هحتاج نص كيلو من الدقيق، وعندي كمان كوباية من السمنة. يا حبذا يعني لو تكون سمنة بلدي. لو مش موجودة سمنة بلدي ممكن تستخدمي سمنة تكون ريحتها حلوة، ومش شرط كمان تستخدمي كوباية كاملة من السمنة، ممكن نص كوباية من السمنة وتكمليها بالزيت. عندي كمان كوباية من اللبن الدافي، ومعلقة من الشمر، ومعلقة من اليانسون، معلقة كبيرة من الشمر ومعلقة كبيرة من اليانسون، وكمان معلقة كبيرة من السمسم المتحمص، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. وكمان عندي كيس من الخميرة الفورية أو معلقة كبيرة من الخميرة، وكمان هحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر. نخش بينا بقى على وصفتنا النهاردة. أول حاجة أعملها إن أنا هختبر الخميرة بتاعتي. عندي اللبن بتاعي اهو دافي، حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر، وهحط دلوقتي الخميرة. هنقلب وهغطيها 5 دقايق بس لحد ما احس ان الخميرة عملت مفعول. على ما الخميرة بقى تشتغل هحط المكونات الجافة بتاعتي كلها على الدقيق كده، ومعاهم كمان المعلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام كده، وهنقلب المكونات بقى كلها. ودلوقتي بقى هيجي دور السمنة. والسمنة انا مش عايزاها لا ماسكة نفسها ولا تكون سخنة، يعني تكون سايحة كده ودافية. هنبدأ بقى نضيفها كلها على الدقيق هكذا. ومش عايزين نعجن، احنا بس هنشرب الدقيق للسمنة، يعني نخليه عامل زي الرمل كده بالظبط. هنعجن يعني مش قوي عشان ما يعملش الدقيق بس عرق كده بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هننزل باللبن اللي عليه الخميرة كده. الخميرة اهي كويسة معانا، بدأت تعمل وش وتعمل كمان فقاقيع، يبقى كده الخميرة صالحة للاستخدام. هناخد بقى اللبن وننزل بيه على الدقيق بالظبط كده، وهنبدأ ان احنا نعجن فيها لحد ما تمسك نفسها خالص. بدأ العجين او بدأ الدقيق يشرب اللبن بتاعي اهو. هستمر في العجن لحد ما تتشكل عندي العجينة كلها تكون ماسكة نفسها. دلوقتي انا خلصت عجن خلاص، بصوا بتوصل كده للملمس ده. وانا كترت في الشمر واليانسون والسمسم لان انا بحبهم كتير الحقيقة. لو عايزة تقللي من الكمية تقدري ما تحطيش معلقة كبيرة، تحطي معلقة صغيرة زي ما تحبي. دلوقتي العجينة بتاعتي دي هغطيها وهسيبها 30 دقيقة علشان بس ترتاح، ونبدأ نرجع تاني علشان نشتغل. ريحتها جميلة قوي والله من قبل ما اقطعها كمان. دي العجينة بتاعتي اهي، بس انا سبتها ساعة تقريبا لان الجو ساقع عندي شوية. سبتها ساعة لحد ما ترتاح، وهاخد نص الكمية وهعملها رول بالظبط كده. وبعدين هفردها كده، وانا عايزاها لا تكون تخينة ولا تكون رفيعة. انا ما بحبهاش الحقيقة تكون تخينة ولا احبها تكون عريضة، ده غير انها هتخمر لسه كمان. فحاولي على قد ما تقدري تقطعيها على رفيع. احنا كده هفرد العجينة اهي كده بالسمك اللي انا بقول لكم عليه، يعني تقريبا كده نص سنتي. وبعدين هقطع بالقطاعة او بالسكينة زي ما تحبي. انا شلت الزوايد كده من على الجناب. هنبدأ نقطع كده. انا ما بحبهاش الحقيقة تكون تخينة، يعني بحبها تكون رفيعة. نقطعها بورب كده. نشيل الزوايد. وهنبدأ نرص. هترصي في الصاج بتاعك او الصينية بتاعتك. انا عندي الصاج هنا حطيت فيه ورق زبدة. لو مش عايزة ورق زبدة مفيش مشكلة، حاولي تدهنيه زيت على خفيف جدا جدا.
وهنبدأ دلوقتي نرص القراقيش. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. نص كيلو دقيق طلع لي 36 واحدة ما شاء الله. دلوقتي هناخد الصاج واحطه على درجة حرارة 180 درجة في الفرن لمدة تقريبا يعني ربع ساعة لحد ما يبقى ذهبي كده من تحت. ولما تحسي ان هو بقى ذهبي هتروحي مشغلة الشواية عليه ياخد لون بس من فوق. مقرمشة من بره وهشة جدا جدا من جوه، والطعم حكاية. ادي القراقيش بتاعتي النهاردة. اتمنى ان انت تجربي الوصفة وتقولي لي رأيك في تعليق. نقول لكم في رعاية الله ومع السلامة.